في موضوع دائما نحذر منه، في موضوع دائما نقول عليه، اغلب الجامعات صاروا يسوون، افهمكم حبه حبه. في شيء اسمه سيرتيفيكات وفي شيء اسمه سبرافكا. طيب ايش معنى الكلمتين هذه؟ هذه سبرافكا لما واحد يدرس لغه روسيه، يجي يدرس تحضيري سنه كامله، اذا ما عدى الامتحانات وما درس كويس يعطوه شيء اسمه سبرافكا. سبرافكا هذه معناه انك انت درست لغه روسيه بس ما عدت لا امتحانات ولا تجاوزت اللغه الروسيه ولا اي شيء. السيرتيفيكات معناها انك خشيت الامتحانات وعديت اللغه الروسيه وانت كويس ممتاز في اللغه الروسيه. واحد ثاني بيقول لي يا مهند انا كذا ولا كذا بدرس بالانجليزي، ايش اللي يخليني غصب عني اخذ السيرتيفيكات؟ السيرتيفيكات يا شباب الجامعه تقول لك لما تيجي مثلا تقدم، انت مثلا خلصت شهر 7 وجيت تبغى تقدم على الجامعه بدون ما تنزل بلدك، فالواحد يقول انا طيب بدرس باللغه الانجليزيه، ليش لازم اخذ السيرتيفيكات؟ السيرتيفيكات هذا معناه انك درست بتفضل. في اغلب الجامعات يقول لك لو قعدت سنه كامله وما اخذت السيرتيفيكات وما تجاوزت امتحاناتك يعني انت قاعد في روسيا، قلتك يعني وجودك زي عدمك، انت قاعد في روسيا ما سويت شيء في حياتك، انت قاعد في روسيا بس كذا. فعشان ما تندم وعشان بعدين ما تقول والله ما حد كلمني، والله ما كنت عارف، ما تحضر الامتحانات، احضر لين اخر يوم، احضر لين اخر لحظه، وحاول تاخذ السيرتيفيكات، الشهاده انك درست اللغه الروسيه وانك عديت امتحانات اللغه الروسيه. دائما نحذر من اشياء انتم تشوفوها سهله وبسيطه، بس لما يوقع الفاس في الراس، لما تيجي تورط ما تقدر تسوي شيء تقول والله يا ليتني، والله ما حد كلمني، والله ماني عارف. فنصيحه لكل واحد لما نحذر عن موضوع او نتكلم عن موضوع، خلي الموضوع عندك يكون بجديه تامه. اغلب الجامعات صارت حاليا من ضمنها جامعه جنوب الاورال، واغلب الجامعات اذا ما عندك سيرتيفيكات ما يقبلوك، يقول لك روح بلدك، حتى لو تبغى تدرس باللغه الانجليزيه روح بلدك ونجيب لك فيزا من بلدك، ما نجيب لك فيزا هنا. فنصيحه لكل واحد يدرس تحضير، يدرس لغه روسيه، ادرس لين اخر يوم، حاول تاخذ السيرتيفيكات.